سلام عليكم وأسعد الله أيامكم بذكرى ولادة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. فقد ورد عن الإمام الصادق عليه السلام في هذا الموضوع قال: كان إبليس لعنه الله يخترق السماوات السبع، فلما ولد عيسى حجب عن 3 سماوات وكان يخترق 4 سماوات، فلما ولد رسول الله صلى الله عليه وآله حجب عن ال7 كلها، ورميت الشياطين بالنجوم، وقالت قريش: هذا قيام الساعة الذي كنا نسمع أهل الكتب يذكرونه. وقال عمرو بن أمية وكان من أزجر أهل الجاهلية: انظروا إلى هذه النجوم التي يهتدى بها ويعرف بها أزمان الشتاء والصيف، فإن كان رمي بها فهو هلاك كل شيء، وإن كانت ثبتت ورمي بغيرها فهو أمر حدث. وأصبحت الأصنام كلها صبيحة ولد النبي صلى الله عليه وآله ليس منها صنم إلا وهو منكب على وجهه. وارتج في تلك الليلة إيوان كسرى، وسقطت منه 14 شرفة، وغاضت بحيرة ساوة، وفاض وادي السماوة، وخمدت نيران فارس، وكانت لم تخمد قبل ذلك ب1000 عام. فصلى الله على محمد وعلى آل بيت محمد الطيبين الطاهرين.